يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. وبما اننا في العيد يبقى كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك. وبما اننا في العيد يبقى اكيد هنصور وننقل لكم اجواء احتفالات المصريين بالعيد المبارك. حاليا كده انا بادئ الجوله منين؟ انا بادئ جولتي من شارع عرابي او كده في ميدان التوفيقيه او ميدان عرابي اللي قدامي، وهيكون قدامنا طبعا شارع محمد بيك الالفي. هاخدكم بقى في المنطقه المحيطه الجميله اللي قدامنا دي. شمالنا يمنا فوقينا تحتنا هتلاقي كافيهات وكافيتريات ومطاعم واعداد كتير قوي 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 تلاقوها هنا في المنطقه اللي انا فيها. تعالوا بقى ننقل اجواء القاهره او اجواء العيد في القاهره. عشان انقل اجواء العيد ما لقيتش من اجمل ده مكان ممكن ننقل منه اجواء العيد. زي ما انتم شايفين كل الناس خارجه، كل الناس بتستمتع بالاجواء العيد الجميله بعد طبعا 30 يوم صيام في شهر رمضان الكريم، اللي قدرنا برضو ننقل كل اجواء ليالي رمضان او اجواء الشعب المصري او شوارع القاهره في رمضان بيكون شكلها عامل ازاي. حاليا كده انا في ميدان التوفيقيه، واللي قدامي ده كده دي منطقه او شارع محمد بيك الالفي هو اللي قدامنا. وطبعا الشارع برضه اللي قدامنا اللي هو اللي موازي لمحمد بيك الالفي اللي هو شارع سرايا الازبكيه. دي المنطقه اللي ممكن الف لكم فيها النهارده، وحاول برضه اخد لكم برضه من مقتطفات من منطقه وسط البلد. تعالوا بقى نبتدي جولتنا ونلف ونتفرج ونشوف اجواء البهجه والفرحه اللي بتبقى موجوده عندنا هنا في العيد او عيد الفطر المبارك، ونشوف المصريين ازاي بيحتفلوا في العيد. منطقه وسط البلد يا جماعه منطقه لا تخلو من البشر في العيد بالذات، لا تخلو من البشر، ومش بس من القاهره، هتلاقيهم جايين من محافظات تانية ومن اماكن بعيده جدا جدا عشان ييجوا يقضوا العيد هنا في قلب العاصمه. تعالوا بقى نقرب اكتر واكتر من شارع الالفي ومنطقه الكافيهات الكبيره دي ونشوف الاجواء هناك عامله ازاي. ويلا نكمل في جولتنا. والدنيا زي ما كنت متوقع الدنيا بتبقى زحمه جدا جدا يا جماعه في الاعياد، اعياد اجازات تبقى الدنيا زحمه جدا جدا في القاهره واي اماكن مخصصه للخروج. انا كده زمتكم في ميدان عرابي اللي قدامي ده شارع الالفي، شمالي كده اقرب محطه مترو. عشان تيجي هنا في محطه مترو احمد عرابي موجوده على شمال هنا على تقاطع شارع رمسيس مع تقاطع شارع عرابي. لو عايز تيجي هنا يبقى تيجي من محطه مترو احمد عرابي عشان تيجي توصل لشارع الالفي او شارع سرايا الازبكيه اللي كله كافيهات ومطاعم كتير جدا جدا في المنطقه اللي موجوده هنا. يلا بينا بقى نحاول نخترق شارع الالفي ونتفرج عليه مع بعض. كده بقى احنا في اول شارع الالفي. شارع الالفي اللي هنضربه يا جماعه هو شارع بيمسكك كده من عند ميدان عرابي تمام وياخدك لحد شارع الجمهوريه. الشارع ده اخره يدخلك طبعا لمنطقه العتبه والازبكيه وحديقه الازبكيه والجزئيه اللي هناك دي. تعالى بقى نتمشى النهارده في شارع من اجمل شوارع وسط البلد. الشارع ده كان بيسموه بشانزليزيه وسط البلد، تشابه الشارع ده بالشوارع اللي موجوده في باريس. هو الشارع اصلا كان معمول عشان كده، واعتقد الشارع ده اعتقد في التسعينات اتقفل وبقى ممر مشاة فقط لا غير. كان قبل كده غير كده. طبعا محمد بيك الالفي هو احد مماليك مراد بيك، كان راجل مملوكي او امير مملوكي، كان صيته على فكره كبير جدا جدا يا جماعه، وكان ليه قصر ورا هنا كده في حديقه الازبكيه بس اتهد. كان قصر محمد بيك الالفي اللي متسمي الشارع ده على اسمه. كان راجل ليه نفوذ كبيره جدا جدا لدرجه ان هو كان بينافس محمد علي اللي هو الوالي محمد علي في الشهره والنفوذ. المهم بلاش نتكلم في التاريخ، خلونا نتكلم وننقل اجواء العيد الجميله. اعذرونا يا جماعه الشارع ده زحمه، هحاول كده يعني ايه اسلك نفسي كده واقدر اصور لكم ملامح الشارع. طبعا دي لعب اطفال، لازم عيد يبقى لازم يبقى موجود فيه لعب اطفال عشان الاطفال تتبسط، وده يعني تصرف عليها هتصرف عليها في ايه يعني؟ فلازم تيجي تصرفها على اللعب. تعالى بقى نكمل في شارعنا الجميل اللي كله مطاعم وكله كافيهات زي ما انتم شايفين. الشارع زحمه جدا جدا، بص مفيش مكان لقدم، انا مش عارف حتى اصور من كتر الناس، انا مش عارف القط كادرات خالص. طبعا يا جماعه انا الكاميرا انا مثبتها على كتفي وبتحكم فيها بالموبايل عشان بس ما تستغربوش لما تلاقوا يعني ساعات الموبايل بيظهر كده في كادر الكاميرا. فطبعا محدش واخد باله وانا بصور، فدي حاجه كويسه جدا جدا. فانا بقدر اتحكم في الكاميرا يمين وشمال من غير ما حد اصلا واخد باله انا اصلا بصور. طبعا ما اقصدش حاجه وحشه بس عشان يبقى عندي بس حريه شويه في التصوير. تعالوا بقى ده طبعا نكمل بقى في شارعنا شارع الالفي اللي كل الكافيهات شايفين شباب كتير خارجه والدنيا مبسوطه وكله بيتفسح وكله مبسوط. وهو دي مظاهر العيد. طبعا مش مظاهر العيد عندنا يعني تختلف من مكان لاخر، بس بما اننا في وسط البلد، وسط البلد هي عباره عن كافيهات ومطاعم وكافيتريات زي ما انتم شايفين كده، زي طبعا محلات ملابس وهكذا يعني.
هي دي منطقه وسط البلد، ودي مناطق الخروج اللي موجوده في منطقه وسط البلد. تعالوا بقى نكمل في جولتنا الجميله في العيد، وكل سنه وانتم طيبين. هلف بيكم وانقل لكم كل مظاهر. انا اسف الواحد مش عارف يعمل كنترول كويس، لسه بتعلم برضو على الكاميرا الجديده. هحاول انقل لكم كل مظاهر الاحتفال، او بلاش الاحتفال، انا هنقل لكم زي قناه هي اسمها حكايه شارع، هنقل لكم شكل الشارع وهو الشارع يوصف نفسه. احنا كده في شارع الألفي، ده كده احنا في التقاطع اسمه زكريا احمد. في هنا سينما على الايد اليمين اسمها سينما كايرو بالاس، موجوده على الايد اليمين هنا على تقاطع شارع سرايا الازبكيه. كلها شوارع يا جماعه مخصصه للمشاة. شايفين بقى جمال الكافيهات والشماسي والنور، حاجه جميله جدا جدا. الدنيا هنا جميله، بس اعتقد هنا الكافيهات سعرها مغالى فيه، بلس الخدمه برضو مش جيده. يعني برضو هي خدمه يعني ايه قهاوي، والناس هتفهمني كانك قاعد على قهوه، يعني مش حاجه 5 ستارز يعني، او حاجه براند يعني. لا هنا قهاوي بس شكلها جميل، وفي منطقه تاريخيه زي المنطقه الخديويه الجميله اللي هي القاهره الخديويه، اللي احنا كنا لسه عاملين عنها حلقه في نهائي ايه في اخر جولاتنا في رمضان. كنت جيت صورت لكم منطقه وسط البلد واجواء رمضان واستقبال العيد في وسط البلد شكلها عامل ازاي. النهارده بقى بنقل لكم اجواء العيد عامله ازاي في منطقه وسط البلد. ومفيش اجمل من دي منطقه ممكن انقل لكم فيها الاجواء. في طبعا اماكن كتير جدا جدا، بس خلونا يا جماعه في المتاح او اللي انا اقدر اصوره. كده احنا في شارع سرايا الازبكيه اللي قدامي كده، انا كده يعتبر شارع طالع على تقاطع شارع عماد الدين. عماد الدين من اشهر الشوارع زمان. عماد الدين ده كان شارع الفن، شارع الفن، كان في كميه مسارح، كان في اكتر من 15 مسرح. متخيلين شارع عماد الدين ده يعني اكتر من 15 مسرح دور سينما. كان شارع مشهور جدا زمان ايام الستينات والسبعينات بقى، ايام بقى زمن الفن الجميل والسينما المصريه لما كانت بقى في قوتها وجبروتها. هو عماد الدين التقاطع على كده. تعالوا انا هلف بيكم، انا مش هبعد بعيد عن المنطقه دي، المنطقه اللي هي المخصصه للمشاة فقط، كلها كافيهات، كلها اماكن جميله جدا جدا للجلوس. طبعا انا همشي في منطقه اللي هي شارع الألفي وزكريا احمد وسرايا الازبكيه، هو ده المربع اللي انا همشي فيه. ده كده شارع سرايا الازبكيه. تعالوا بقى نتمشى فيه وناخده لحد اخره لحد ما نوصل لشارع غلط حرب. ويلا بينا نكمل في جولتنا في منطقه وسط البلد ونشوف اجواء العيد شكلها عامل ازاي. كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك. يلا نكمل في شوارعنا الجميله. شوارعنا اللي موجوده في وسط البلد يا جماعه دي مخصصه للمشاة فقط. دي طبعا سينما كايرو بالاس موجوده في قلب الشوارع الجميله اللي هنا. هنا المنظر جميل جدا. المنظر هنا تقف بص، ادي يميننا كافيهات، شمالنا كافيهات، ورانا كافيهات. في كل منطقه او كل داير ما يدور ما انا واقف كده كافيهات موجوده في كل حته. هنا كان في برده كافيه ام كلثوم، مش عارف هو بيتقفل بيتجدد ولا ايه بالظبط. هنا كده الشارع كده ده شارع 26 يوليو اللي هو اللي قدامنا ده، او التقاطع اللي كده ده شارع 26 يوليو. تعالى بقى نتمشى في قلب شارع سرايا الازبكيه. في قدام هنا برده حواوشي شلبي. مين بقى ما يعرفش حواوشي شلبي؟ انا اخر مره اكلت فيه من 10 سنين تقريبا ولا حاجه. مش عارف دلوقتي اسعاره بقت عامله ازاي، ولا حتى الحواوشي عنده بقى طعمه عامل ازاي دلوقتي، بس بصراحه كان زمان كان طعمه جبار. تعالى بقى نتمشى في الاجواء. بص تحس ان اجواء ميكس ما بين عيد وبين رمضان، يعني لسه زينه رمضان موجوده في الشوارع زي ما انتم شايفينها كده، والبهجه بقى والجمال والناس والزحمه الكبيره اللي بتبقى موجوده في الاعياد. يعني ميكس ما بين رمضان والعيد. لسه برضو رمضان معلم لان احنا لسه بين رمضان امبارح والنهارده العيد. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نتمشى في الاجواء العيديه الجميله. حلوه اجواء العيديه، يعني كنت زمان بقول الاجواء الرمضانيه في رمضان، يبقى العيد اكيد نقول اجواء عيديه. تعالوا بقى نتمشى ونشوف الكافيهات الجميله اللي موجوده هنا والقعدات الاجمل. والهواء على فكره جميل جدا جدا. مش عارف الجو بقى بيبرد بالليل ليه، يعني الصبح حر وبالليل برد والهواء ساقع. المهم بقى تعالوا بقى نتمشى ونشوف اجواء الشوارع شكلها عامل ازاي. هسيبكم كده شويه مع الاجواء الجميله والكافيهات الاجمل، ونلغي صوتي كده شويه تتفرجوا براحتكم على اجواء العيد. وكل سنه وانتم طيبين.
تعالى غير اتفضل. ده انا كده ارجع لكم افضل، انا كده هنام منكم. تعالوا بقى نكمل في اجواء العيد. كده هنمشي قدام، هنا في حواوشي شلبي على شمال هوريه لكم. حواوشي شلبي يا جماعه من اقدم محلات الحواوشي اللي موجوده عندنا هنا في وسط البلد. حواوشي شلبي مكان عتيق، مكان جميل جدا جدا، انا من عشاق الحواوشي بصراحه. تقولوا بقى حواوشي كلابي، حواوشي يعني زي ما تقولوا، انا بحب الحواوشي. تعالوا بقى نكمل في شارعنا لحد ما نوصل تاني لميدان التوفيقيه. على فكره قدامنا طبعا دي منطقه التوفيقيه اللي هي بتاعت قطع غيار، اللي هو سوق التوفيقيه، لو تسمعوا عنه كنت عامل عنه برده جوله قبل كده. سوق التوفيقيه لقطع غيار العربيات، هي المنطقه اللي قدام دي اصلا اسمها منطقه التوفيقيه. والميدان اللي قدامنا ده اسمه ميدان عرابي او ميدان التوفيقيه، لان الشارع ده اسمه شارع عرابي اللي هو التقاطع اللي جاي، وبيكمل بيك بقى مين بعد تقاطع 26 يوليو، بيكمل معاك بشارع طلعت حرب. طبعا شارع طلعت حرب من اشهر شوارع وسط البلد، اللي ياخدك لميدان طلعت حرب وياخدك بعد كده لميدان التحرير الجميل. كافيهات بصراحه يا جماعه شكلها رائع، بالاضاءه بالديكورات المعموله. طبعا الشارع ده اتجدد قريب، من تقريبا من 6 سنين او حاجه زي كده. شارع الفي او المنطقه دي اتجددت، وبصراحه عملوا فيها قانون جميل قوي، خلوا زي اتحاد ملاك او الناس هنا بيدفعوا مبلغ شهري، وده بيتصرف على صيانه المنطقه دي. فعشان كده المنطقه دي دايما محتفظه بجمالها. بص في اجانب، في كل الجاليات موجوده، وعلى فكره في عرب كتير. يعني هنقول رمضان في مصر حاجه تانية، وبرده العيد في مصر حاجه تانية. بس شايفين ان الناس قد ايه بشر. ده كده احنا في ميدان عرابي. بص مفيش مكان فاضي، يعني مفيش مكان فاضي. اسر موجوده، شباب موجودين، كل حاجه موجوده هنا في العيد. كل الناس عايزه تتبسط، وكل الناس عايزه تخرج تتفسح. المهم يلا بينا ننقل اجواءنا الجميله في ليله العيد ونتفرج عليها ونشوفها مع بعض. زي ما قلت لكم احنا كده قدامنا ده شارع الالفي، وانا كده في ميدان عرابي. يميني يبقى شارع طلعت حرب تقاطع شارع 26 يوليو، يكون على يميني. شمالي شارع رمسيس ومحطه مترو احمد عرابي، دي اقرب محطه مترو تجيبك هنا. بدل ما تنزل محطه بقى اللي هي انور السادات وتمشي مشوار كبير، لا انزل عرابي او انزل جمال عبد الناصر، الاثنين اقرب كتير من محطه انور السادات. وبما اننا بقى بننقل الكافيهات، تعالوا برضو شفت الكافيه الجميل ده. الكافيه ده فين؟ في طلعت حرب، موازي يعني، ده كده شمالي كده موازي لشارع البستان. يعني انا كده المفروض اطلع على ميدان التحرير لو انا كملت فيه على طول كده. تعالوا ندخل نبص عليه بصه. يعني القعده شكلها جميل ولذيذ بصراحه. تعالوا ندخل نتمشى كده في وسط القعده الجميله دي. ده كده شارع جانبي، يعني ده كده شارع طالع من شارع من طلعت حرب. انا مش عارف اسم الحاره دي ايه والله. يعني انا دخلت بحثت اسمها تشاطمر، مش عارف ايه تشاطمر دي. هبقى اقرا كده عنها واشوف ايه تشاطمر دي وايه سبب سبب تسميه الحاره باسم تشاطمر. يعني الحاره دي سيبك من الاسم، الحاره دي على شمالي موازي شارع البستان، وفي ظهري كده شارع طلعت حرب. يعني على تقاطع البستان على شارع طلعت حرب هتلاقي القهوه الجميله دي. القهوه بصراحه شكلها جميل وحلو وشكلها طويل. يعني احنا كده مكملين، وده مسلسل جعفر العمدة شغال. المفروض احنا اول يوم العيد، يبقى دي الحلقه الاخيره باين. للاسف انا ما تابعتش ولا مسلسل في رمضان ده، وحتى المسلسل الوحيد اللي تابعته اللي هو بتاع تحت الوصايه، المسلسل جاب لي اكتئاب نفسي. مفيش حلقه فيه مفرحه بصراحه. المهم خلينا نكمل في جولتنا في العيد، وكل سنه وانتم طيبين. وبصراحه الاجواء جميله جدا جدا. هدخل نكلم بقى الرجاله دي. يا عم ده فلوج على لا ده حاجات ده جميله جدا. دي على قناه على اليوتيوب ما تقلقش. بقول لك انا اللي بسوي وبترفعها ده صفحه رئيس الحي. رئيس الحي بيجي ينفذ القرار وبياخد الكراسي بتاعتنا. وتعالوا بقى نكمل في جولتنا ونتمشى في شوارع وسط البلد. هحاول كده ممكن اخلي لكم حلقه عن الشوارع وشكل الاجواء عامله ازاي وعند السينمات، وحلقه عن الكافيهات. انا بحاول كده اشوف اي كافيه، طبعا على فكره كافيهات في وسط البلد كتير. احاول اشوف اي كافيه ونصوره ونشوفه مع بعض، ونشوف حتى الشوارع الجانبيه لوسط البلد شكلها عامل ازاي. مش شرط الاماكن المشهوره بس، لا
على فكره في اماكن كتير قوي قوي وسط البلد دي فيها دهاليز كتير الواحد عايز يفك لغزها. مكملين برضو معاكم، ادي القهاوي بالاضاءه بالقعدات الجميله. والله القعدات حلوه، يعني المكان هنا فاضي شويه عشان ممكن مش معروف، بس القعده هنا اهدى بكتير من الدوشه اللي كانت عند شارع الالفي. الدنيا هنا اروق. كل الشوارع دي يا جماعه طالعه او متفرعه من شارع طلعت حرب، يعني دي كده تلاقيها رابطه ما بين شارع طلعت حرب وشارع شامبليون. كده بقى انا فين؟ انا كده رجعت لكم تاني شارع عرابي. تعالوا بقى اروح عشان انا سقعت، الجو ساقع وانا نازل نص كم. تعالى اتمشى بيكم في شارع عرابي ده كده. انا كده في ظهري ميدان التوفيقيه اللي انا بدات منه جولتي، يعني في ظهري كده شارع الالفي او تقاطع شارع الالفي، على شمالي كده سوق التوفيقيه، على ايه نقول تاني، قدامي طبعا هيكون تقاطع شارع رمسيس، وانا اروح اركب مترو احمد عرابي عشان الواحد يروح البيت ان شاء الله. انا النهارده خارج من غير العربيه. دي كده برضو كافيتريات وقهاوي موجوده يمين موجوده شمال، وممكن في العيد بتكتر اكتر متهيألي عشان ده موسم بقى والناس كلها خارجه. في القهاوي والكافيتريات دي بتفرش بره، يعني بره القهوه زي ما انتم شايفين كده. بص بطول الشارع هتلاقي كافيتريات وقهاوي موجوده هنا. تعالوا اتمشى بيكم لحد ما اوصل للمترو، هو المره بقى افرجكم على شكل المترو عامل ازاي. وطبعا محدش عارف انا بصور بقى قشطه، ده انا مستخبي، ده انا اصوركم حاجات كتير قوي الفتره الجايه. ووصلنا لمحطة مترو أحمد عرابي. المحطة دي اللي قلت لكم عليها دي اللي على تقاطع شارع رمسيس مع شارع عرابي. ترجع دقيقتين تلاقي نفسك دخلت منطقة وسط البلد، ودخلت شارع طبعا منطقة التوفيقية، ودخلت طبعا شارع الألفي. تعالوا ننزل نتمشى جوه المترو. طبعا المدخل المحطة من هنا صغير، كل محطة مترو بيبقى لها أكتر من مدخل من أكتر من شارع. تعالوا نتمشى جوه محطة مترو لحد ما نوصل للمترو. طبعا ده الخط الأول لمترو الأنفاق اللي هو اسمه خط مترو حلوان المرج، ده اللي هو بيبتدي من حلوان وبينتهي في المرج الجديدة. وقبل ما نركب المترو تعالوا ننهي جولتنا النهارده اللي كانت في مظاهر العيد ازاي موجود في القاهره. اتمنى يا رب تكون الجوله النهارده عجبتكم، ولو الجوله عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك للفيديو وتقول لي رايك في كومنت، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني فيديوهات تانيه كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.